السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أبطال تالتة إعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير إن شاء الله. النهاردة هنحل مع بعض الاختبار الأول من اختبارات كتاب الامتحان. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الجغرافيا. اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي. تعتبر هضبة نقط من الهضاب ذات الأهمية لمصر. أي هضبة ليها أهمية لمصر؟ الشطوط، المكسيك، الحبشة، جيانا. هي طبعا هضبة الحبشة. أمامك خريطة لقارة آسيا، اكتب مدلول الأرقام الموجودة عليها. رقم 1 على الخريطة يا أبطال بيشير إلى بحر مغلق، هو بحر ايه؟ بحر قزوين. رقم 2 على الخريطة طبعا هي جبال الهيمالايا. 3 إقليم مناخي، إقليم التندرة. رقم 4 منطقة ازدحام سكاني، هي ايه؟ جزيرة جاوا. السؤال رقم 2 صوب ما تحته خط. من أقسام السلالة الكوكازية ايه والتي ينتمي لها معظم سكان دول شمال أوروبا؟ هي ايه؟ سلالة المجموعة النوردية الشمالية. المجموعة النوردية الشمالية. رقم 4 بما تفسر نمو الغابات الموسمية في شبه جزيرة الهند الصينية جنوب الصين. هقول يا حبايبي لأن منطقة شبه جزيرة الهند الصينية جنوب الصين تقع ضمن الإقليم الموسمي، والذي يتميز بنمو الغابات الموسمية بسبب غزارة الأمطار. اختر الإجابة الصحيحة. يقع المحيط الأطلنطي غرب قارتي، يعني هو غرب قارتي ايه؟ غرب قارتي افريقيا واوروبا. المحيط الاطلنطي بيقع غرب قارة مين؟ افريقيا واوروبا. امامك رسم بياني يوضح معدلات نصيب الفرد من الدخل القومي، استعن به واجب عما ياتي. زي ما احنا شايفين الرسم البياني بيقول رقم 1 اكمل اقل قارات العالم نصيبا للفرد من الدخل السنوي. هي قارة مين؟ زي ما احنا شايفين من خلال الرسم البياني هي قارة ايه ابطال؟ قارة افريقيا. هي قارة افريقيا. ما العلاقة بين الدخل الاقتصادي والنشاط البشري؟ العلاقة اللي بتربط بينهم هقول يا حبايبي حيث أن الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع تعتمد على نشاط الصناعة والخدمات، أما الدول ذات الدخل الاقتصادي المنخفض بتعتمد على نشاط الزراعة. حدد الأثر الناتج عن اقتراب حافات الجبال والهضاب من الساحل في قارة افريقيا. احنا قلنا في اي منطقة في العالم لو قال لي المنطقة ديت النتائج اللي ترتبط على اقتراب حافات الجبال او الهضاب من الساحل هقول له ايه؟ ترتب على ذلك ضيق السهول الساحلية. هقول ايه؟ ترتب على ذلك ضيق السهول الساحلية لاقتراب ايه؟ لاقتراب الجبال. ترتب على ذلك ضيق السهول الساحلية لاقتراب الجبال من الساحل. والسهول الساحلية بصفة عامة في قارة أفريقيا بتتميز بالضيق. اكتب المصطلح الجغرافي منطقة محددة على سطح الأرض لها خصائصها المناخية من حيث الحرارة والرياح والمطر. طبعا ده مفهوم ايه؟ إقليم مناخي. اختر الإجابة الصحيحة. من الصفات الجسمية الخارجية لسكان ألاسكا هو ايه؟ هو الشعر المسترسل. ألاسكا يبقى الشعر المسترسل. صنف الدول الآتية من حيث الدخل. هايتي هي دول ذات دخل أقل من المتوسط. هايتي ايه؟ دول ذات دخل اقتصادي أقل من المتوسط. طيب تركيا هي دول ذات دخل فوق المتوسط. دول ذات دخل فوق المتوسط.
يبقى هايتي أقل من المتوسط، تركيا فوق المتوسط. ما العلاقة بين زيادة عدد السكان في دول قارة آسيا ودول قارة أوروبا؟ العلاقة اللي بتربط بين زيادة عدد السكان في دول قارة آسيا ودول قارة أوروبا. هقول يا حبايبي، حيث أن زيادة السكان في معظم دول قارة آسيا بيترتب عليها وجود هجرات غير شرعية تتجه في معظمها إلى الدول المتقدمة مثل دول أوروبا. وضح وجه الشبه بين إقليم مناخ التندرة وإقليم المناخ الجبلي. إيه وجه الشبه بين الإقليمين؟ هقول يا حبايبي، كلاهما اللي هما إقليم التندرة والإقليم الجبلي كلاهما ينتميان إلى الأقاليم المناخية التي تتسم بقى، هقول التي تتميز بإيه؟ التي تتميز بالمناخ شديد البرودة. هقول كلاهما ينتميان إلى الأقاليم المناخية الباردة الذي يتسم بإيه؟ بالمناخ شديد البرودة. اكمل العبارة الآتية بما يناسبها. تعد دولة الإمارات من الدول ذات الرعاية الطبية من الدول ذات الرعاية الطبية المرتفعة. تعد نقط أحد أقسام السلالة الزنجية هما مين؟ البوشمان والهتنتوت. صوب ما تحته خط. تنتشر السهول الصحراوية الرملية في قارتي أفريقيا في قارتي أفريقيا وأستراليا. حدد إلى أي الأقاليم المناخية ينتمي كل منطقة من ما يأتي. سواحل تركيا بتنتمي إلى إقليم البحر المتوسط. هضبة أثيوبيا بتنتمي إلى الإقليم الموسمي. شمال اليابان بينتمي إلى الإقليم اللورنسي اللي هو الإقليم المعتدل البارد شرق القارات. دلل جغرافيا. يرتبط توزيع السكان في قارة أوروبا بالتقدم الحضاري، حيث يقل السكان في دول شرق أوروبا. هنقول يا أبطال، حيث أن دول شرق أوروبا يتركز السكان بدرجة أقل، حيث تعد أقل في درجة تقدمها عن دول غرب ووسط أوروبا. هقول حيث أن دول شرق أوروبا يتركز السكان بدرجة أقل. ليه؟ حيث تعد أقل في درجة تقدمها عن دول غرب ووسط أوروبا. ثانيا، التاريخ. اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي. ضمت الطبقة الوسطى من المجتمع المصري أثناء الحكم العثماني ضمت طبقة كبار التجار. ما رأيك في اهتمام محمد علي ببناء قوة مصر العسكرية؟ هقوله طبعا أؤيد ذلك، حيث أدرك محمد علي أن بناء القوة العسكرية هي الدعامة الأساسية لتحقيق أهدافه في بناء الدولة الحديثة. صوب ما تحته خط. ارتبط تعاظم الشعور الوطني والوعي القومي لدى المصريين بمقاومة القوات الفرنسية في سوري يا حبايبي، احنا لسه في السؤال رقم 20. في عهد من حكام مصر؟ يعني في عهد مين من الحكام، مش مين اللي عمل، لا احنا عايزين في عهد مين من حكام مصر. حدث ما يأتي. فتح باب الترقي أمام الضباط المصريين هو سعيد باشا. عرض قضية جلاء القوات البريطانية الكامل عن مصر على مجلس الأمن هو مين يا أبطال؟ هو الملك فاروق. اكتب ما تشير إليه كل عبارة. معاهدة وقعتها إنجلترا مع مصر خوفا من قيام ثورة جديدة، خاصة وأنها ستخوض حرب عالمية جديدة. هي معاهدة 1936. حدد الأثر السلبي لمالي. قبول زيور باشا مطالب بريطانيا عام 1924. طبعا الأثر السلبي هيكون هو المطالب اللي كان اللورد المندوب السامي البريطاني اللورد الليمبي كان طالبها، اللي هي هقول الأثر السلبي أدى ذلك إلى سحب الجيش المصري من السودان، اللي هو المطلب الرئيسي اللي كانوا طالبينه واللي قبلت به وزارة زيور باشا. يبقى هقول الأثر السلبي أدى ذلك إلى سحب الجيش المصري من السودان. لمن ينسب العمل الآتي. أنشأ الديوان العالي ومجلس المشورة في مصر هو محمد علي.
شكل أول وزارة برلمانية عرفت باسم وزارة الشعب. قلنا أول ما يقولي أول وزارة برلمانية أو وزارة الشعب على طول وأنا مغمضة سعد زغلول. لكن وزارة الثورة كانت باسم مين؟ كانت وزارة محمود سامي البارودي. وزارة الثورة هي وزارة محمود سامي البارودي. وزارة الشعب أو أول وزارة برلمانية هي وزارة سعد زغلول. صوب ما تحته خط. ارتبط تعظيم الشعور الوطني بالوعي القومي لدى المصريين بمقاومة القوات الفرنسية فين؟ في الصعيد. بما تفسر تخلي فرنسا عن مساندة مصطفى كامل. تخلت فرنسا عن مساندة مصطفى كامل بعقدها الاتفاق الودي مع إنجلترا عام 1904 والذي كان ينص على انفراد إنجلترا بحكم مصر مقابل انفراد فرنسا بحكم مراكش. اكمل العبارة الآتية بما يناسبها. انتهت حروب اليونان عام 1828 بضم جزيرة لمصر بضم جزيرة كريت إلى مصر. حدد المقصود بالعبارة الآتية. رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل ده مفهوم جلاء. دلل. كان لمذبحة يافا أثرا كبيرا في صمود أهالي عكا في مواجهة الحملة الفرنسية. هقول يا حبايبي حيث أدت مذبحة يافا البشرية إلى استبسال أهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم ومقاومة واستبسال أهالي عكا بقيادة أحمد باشا الجزار من كان سببا في فشل دخول الحملة الفرنسية على الشام. تاني. حيث أدت هزيمة مذبحة يافا البشرية إلى استبسال أهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم ومقاومة واستبسال أهالي عكا بقيادة أحمد باشا الجزار من كان سببا في فشل دخول الحملة الفرنسية على الشام. حدد الأثر الناتج عن مذبحة القلعة في مارس 1811. يعني إيه اللي ترتب على مذبحة القلعة 1811؟ أدى ذلك إلى تخلص محمد علي من خطر المماليك وانفرد تماما بحكم مصر. يبقى هو محمد علي انفرد تماما امتى بحكم مصر؟ لما تخلص من المماليك. انفرد تماما بحكم مصر لما تخلص من المماليك. من هو؟ أنشأ دار الكتب المصرية ومصلحة الإحصاء والمساحة. هو مين يا أبطال؟ هو الخديوي إسماعيل. أمامك خريطة لخط سير القوات البريطانية على مصر عام 1882. وضح مدينة انسحب إليها العربيون وأقاموا فيها الاستحكامات لمواجهة الجيش البريطاني. هي كانت مدينة كفر الدوار. المعركة التي شهدت بطولات مصرية خالدة واستشهد فيها الضابط محمد عبيد كانت معركة التل الكبير. هي معركة التل الكبير. حدد العلاقة بين عثمان رفقي ناظر الجهادية والثورة العربية. هقول يا أبطال. حيث كان من أسباب قيام الثورة العربية هو اضطهاد عثمان رفقي باشا ناظر الجهادية للضباط المصريين وعدم ترقيته. اختر الإجابة الصحيحة. أصدر الخديوي إسماعيل مرسوما في أغسطس 1878 بتأليف. في 1878 كان بتأليف الوزارة المختلطة.